يا مساء الفل على الحلوين، ازيكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اولا كده صلوا بينا على النبي في التعليقات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. ثانيا، لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس باللون الاحمر علشان يوصلك مني كل جديد او اشعار لاي فيديو ينزل. ثالثا بقى، بالله ما بتبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو. زي ما انا ما ببخلش عليكم باي معلومة او اي وصفة، انتم ما تبخلوش عليا باللايك. هنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. هنعمل فينو وشوية معجنات كده، لزوم بقى المدارس والحاجات دي. طبعا كوز الفينو بره في الفرن عامل 2 جنيه وفعلا فاضي، حرفيا بتفتحوه بتلاقوا جواه فاضي. فقلت هعمل كده، عندي 2 كيلو دقيق، قلت هعجنهم واعمل شوية فينو كده وخلية نحل وباتيه زي ما انتوا شفتوا في الصورة بتاعت الفيديو. زي ما انتوا شايفين معايا 2 كيلو من معايا الدقيق 2 كيلو. معايا بقية المكونات، كيس خميرة، كيس كيك شيف، شوية سكر، كيسين لبن نيدو، لبن بودرة. هو عامة احنا عاوزين الوصفة تكون موفرة، فمش هنستخدم حاجة غير الدقيق والمية. هو كيسين اللبن الصغيرين اللي انا هستخدمهم علشان يدي العجينة معايا طراوة وتكون حلوة كده في ايدي. زي ما انتوا شايفين جبت طبق وفيه شوية مية، مية دافية، وحطيت فيها كيس الخميرة وحطيت الكيك شيف ونزلت بمعلقة كبيرة من الخل لما ادتني الفوران اللي انتوا شفتوه معايا في الاول. لازم اي معجنات بتعمليها تعملي الحركة دي في الخميرة، علشان لو كانت الخميرة مش فعالة ما تبوظش الوصفة وبقية المكونات بتاعتنا. لازم تختبري الخميرة بتاعتك كويس، وفي نفس الوقت تخدميها بمعلقة الخل، معلقة كبيرة من الخل، وكيس كيك شيف. وافضل كيك شيف لان كيك شيف فيه محسن كيك. عامة الخل محسن لأي معجنات أو أي كيك، فبيظبط العجينة معانا كويس أوي، ما تخافوش منه. بعد كده نزلت بقى أول حاجة بخليط الخميرة بعد ما اتأكدت ان الخميرة نشطة وشغالة. نزلت بالخميرة وبعد كده نزلت بكمية المية. انا مش عارفة يعني مش هقدر احدد لكم كمية المية معينة لان كل نوع دقيق بيختلف للتاني. في اول الفيديو لو تفتكروا انا جبت طبق صغير كده بلاستيك، حطيت فيه شوية مية وحطيت نص كوباية سكر ودوبتهم. تمام. انا مش عارفة زي ما قلت لكم كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا عامه مستخدمه الدقيق السايب، مش شرط تستخدمي نوع دقيق مغلف او الانواع اللي هي الغاليه. انا مستخدمه نوع دقيق سايب، ال2 كيلو ب35 جنيه. وما شاء الله كان ليه عرق وكان حلو قوي، وهتشوفوا دلوقتي معايا في العجينه. لازم العجينه تديكي المطه اللي اديتها لي اللي انا لسه موريها لكم، تديكي مطه يعني مهما تشدي في العجينه تكون بتمط معاكي كده زي اللبانه. شفتوا اللبانه؟ تكون بتمط معاكي كويس، مهما تشدي فيها ما تقطعش. لازم عجينة الفينو او اي معجنات من اللي هي بتاعه المخابز تكون بتمط معاكي كويس. عامة العجينة خدت مني عجن نص ساعة، عشان نكون واضحين كده مع بعض. هتاخد منك عجن نص ساعة، مش اقل من نص ساعة. عندك عجان كان بها، مش عندك اعملي زي انا عجنت على ايدي وزي ما قلتلك نص ساعة. العجينة اول ما بتبدأي ان انتي تضيفي المية وتعجني وتبدأ تمسك معاكي وتلم كويس، بتبدأي تضيفي كوباية الا ربع زيت. هو انا كنت مسرعة الفيديو جامد علشان الفيديو معايا كان اكتر من ساعة، فانا ما كنتش عاوزة الفيديو يكون كبير. تمام. فانا ضفت على 2 كيلو دقيق كوبايه الا ربع زيت، وما ضفتش الزيت كله مره واحده، بقيت اضيفه حبه بحبه لحد لما العجينه خلصت معايا. فوائد الزيت ايه بقى؟ اولا بتخلي العجينه ناعمه جدا زي ما انتوا شايفينها كده. ثانيا ما بتخليهاش تلزق في اي حاجه، لا في الطبق ولا في ايدك. مهما كانت العجينه طريه عمرها ما هتلزق معاكي، لا في طبق العجن ولا في ايدك بقى وانت بتعجني.
وفي نفس الوقت ما تكتريش الزيت، لان لو كترت الزيت هينشف معايا العجينة وهي بتستوي. عملت ايه بقى بعد ما خلصت العجن؟ انا ما سبتهاش تخمر خالص، مش هدي اي مرحلة تخمير دلوقتي خالص. سبتها بس 10 دقايق بالظبط ترتاح من العجن، وابتديت ان انا اقطع الفينو. عملت 30 كوز من الفينو، اللي هي الكور اللي محطوطة على بلانشة التقطيع المتغطية بالكيس قدامكم. تاني تشكيلة من المعجنات هنعمل خلية نحلة حادقة. عامة هو انا كل التشكيلات اللي انا عاملاها للحوادق، مفيش في حاجة حلوة خالص. جبت اللهم صل على سيدنا محمد، الصينيه اللي انتوا شايفينها، وابتديت ان انا اشكل خليه النحل وحشيتها جبنه حادقه. تمام. نيجي لتاني تشكيله معانا او تاني وصفه معانا، الباتيه بتاع الافران، بتاع اللي بيبقى محشي جبنه حادقه او اي نوع جبنه انتي حباه. انتي هنا الحشوه ممكن تقدري ان انتي تلعبي فيها براحتك. اي بواقي تلاجة، مثلا حتة لحمة متعصجة، صدر فرخة باقي عندك، بني، اي حاجة ممكن تضيفيها او تعمليها في العجينة دي. ما شاء الله العجينة حلوة قوي، وتقدري ان انتي تعملي بيها اي حاجة. ابتديت ان انا افرد الجبنة كويس والف العجينة رول نصين. انا قسمت العجينة دي على نصين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انت بتقفلي الاطراف من تحت كويس جدا عشان متفكش معانا بعد التخمير واثناء التسوية. بتقطعي الباتيه الحجم اللي انت حباه. انا اكتفيت جدا بالحجم ده علشان على قد الاطفال، لو يعني الطفل زي كده ياكل الحتة، او على حسب 2 ما يهدرش منها حاجة. فانا اكتفيت بالحجم ده قوي. فانا الصراحة حشيت بقى خلية النحل والباتيه، وندخل على الفينو على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. الرخامة نضيفة معايا. عايزة اقول لكم ان انا قبل ما اقطع كور الفينو واحطها على البلانشة، اديتها مسحة زيت بسيطة. مسحة الزيت دي ساعدتني دلوقتي في الفرد وفي التقفيل وانا بشتغل في الفينو، انه ما يلزقش معايا، لانه زي ما انتوا شايفين العجينة طرية جدا. فبتفردي كده، وبعدين بترولي العجينة رول كده. واهم حاجة تقفلي العجينة كويس جدا من تحت، وتحطي رغيف الفينو مكان القفلة. يعني تخلي القفلة بتاعة الفينو اللي انتي قفلتيها تحت في الصينية من تحت. دي كانت الكمية اللي خلصتها كلها. ابتديت ان انا ارص الصواني على بعضها علشان تخمر معايا، وفي نفس الوقت محتاجش فوق كتير في التغطية. هنا بعد ما خمرت هبدأ بخلية النحل والباتيه، عشان كانت اول حاجة ابتديت بيها. اديت بخاخ مية بسيط، ونزلت برشة سمسم. حابة تضيفي حبة البركة تمام، انا اكتفيت بالسمسم الابيض. ضفت السمسم كده زي ما انتوا شايفين. عملية التخمير ما شاء الله الفينو بيختمر لسه. انا ابتديت باول حاجة عملتها، دي نقطة مهمة تخلي بالك منها. تبتدي باول حاجة اشتغلتي فيها، علشان دي بتكون خمرت قبل الباقي. اهم حاجة الفرن يكون سخن جدا معانا، اعلى درجة حرارة في الفرن لحد لما تيجي تدخلي وتوطي. زي ما انتوا شايفين خلية النحل بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله الجميلة. بصوا الطراوة اكنك ماسكة قطنة بالظبط. نفس النظام الفينو اللهم بارك، زي القطن وهش وجميل من جوه. والكوز الفينو محمل، مش فاضي. يعني تفتحي كوز الفينو تلاقيه محمل من جوه. والباتيه اللهم بارك برضو كان جميل جدا، كان طعمهم تحفة. الحشوة زي ما قلتلك بتلعبي فيها براحتك. الفينو زي ما انت حابة، ممكن تصغري ممكن تكبري، بس انا حبيت الحجم ده، لا صغير ولا كبير، متوسط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزه اقول لكم هنا انا عكست زاويه التصوير وما كنتش اخده بالي، فتمام عادي. انتوا بقى يعني قلبوا التليفون وانتوا بتتفرجوا. زي ما قلت لكم المعجنات اللي انا عملتها طريه جدا وهشه لابعد الحدود، اكنك ماسكه قطمه في ايدك بالظبط. يعني مفيش اي فرق بينها وبين بتاع الافران. والكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها ب40 جنيه بس. متخيلين انتوا بقى؟ يعني 2 كيلو دقيق ب35، و5 جنيه خميره،
والكيك الشيف واللبن البودرة كان عندي في البيت، عشان كده انا مش حسبتهم. وممكن ما تضيفيش لبن بودرة اللي انتي حباه. انا حبيت ان انا اعزز العجينة بتاعتي او المعجنات بتاعتي وضفت لبن بودرة. حابة ما تضيفيش تمام وهتطلع برضو جميلة. وانا عايزة اوصل لكم ان احنا ليه نروح نشتري كوز الفينو ب2 جنيه واحنا بايدينا ان احنا نعمل في البيت بأقل التكاليف. يعني انا عملت اتمنى الكمية. الوصفة تكون عجبتكم، وبجد اتمنى برضو ان انتم ما تبخلوش عليا باللايك زي ما انا ما بخلش عليكم باي معلومة.